السلام عليكم، يعطيكم العافية. وصفتنا اليوم كيكة الكيري الغرقانة بالحليب المكثف المحلى. وهاي الكيكة كتير طيبة وبتقدم باردة، وطعمها بياخد العقل وبتدوب بالتم ذوبان. تابعوا معي وصفتي لليوم. عندي هون كوب ونص من الطحين المنخول، أضفت له معلقة كبيرة من البيكنج باودر، بقلبهم مع بعض كتير كويس. وهيك خليط المواد الجافة عندي صار جاهز. لتحضير السوائل بخلاط الكوكتيل بضيف 3 حبات بيض درجة حرارة المطبخ، كوب كامل من الحليب السائل، معلقة كبيرة من الفانيليا الباودر أو السائلة، تلت كوب من زيت الذرة، وثلاث أرباع الكوب من السكر الحبيبات، وربع معلقة صغيرة من الملح، 4 مكعبات من جبنة الكيري. هلا بخلطهم مع بعض كتير كويس لحتى يصير عندي خليط قوامه كتير سائل وناعم. خليط البيض عندي هون صار جاهز. هلا بضيف خليط البيض بالكامل فوق خليط الطحين اللي حضرناه من البداية، بخلطهم مع بعض بشكل جيد وبنفس الاتجاه. طبعا ما بنبالغ بالخلط، بمجرد ما تختفي عندي تكتلات الطحين بوقف خلط. وهيك خليط الكيك عندي صار جاهز ومتوسط الكثافة. هلا بصب الخليط بجاد البايركس اللي حضرته لحتى ادخله على الفرن، يلي دهنته بكمية من السمنة ورشيته بالطحين. بوزع الخليط بداخله بالتساوي، بدخله على فرن محمى من قبل على درجة حرارة 180 الرف الوسط لمدة نص ساعة. خلال هذا الوقت بنحضر جوز الهند. عندي هون كمية من جوز الهند حطيتهم بمقلاية. هلا بحمصهم على الغاز على نار متوسطة، بستمر بالتحريك بدون إضافة أي مواد دهنية لحتى ياخد عندي جوز الهند نفس اللون. وهيك صار عندي جوز الهند جاهز. وعندي الكيك هون صار جاهز. وأول ما طلعه من الفرن بشربه بكوب كامل من الحليب المكثف المحلى، وبتركه على جنب لمدة 10 دقايق لحتى يتشرب عندي الكيك الحليب اللي أضفناه. وبعد مرور 10 دقايق بنزين الكيك بكمية من جوز الهند المحمص، بنتركه على جنب لحتى يبرد بشكل كامل. وبعد ما يبرد بنقطعه وبنقدمه. عندي هون الكيكة بعد ما بردت بشكل كامل وقطعتها وقدمتها. ما شاء الله ريحتها بتاخد العقل وكتير طرية وجوسي بسبب إضافة الحليب المكثف المحلى. وهي الكيكة كل ما كانت باردة كل ما كان طعمها أطيب. وهون بعد ما قدمناها مع رشة من جوز الهند، طعم طيب وكتير طرية، بتدوب بالتم ذوبان. بنصحكم تجربوها، وألف صحة وهنا.